بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل كل شيء قبل ما ببلش حديثي بدي اتوجه لقيادة الجيش اللبناني ولأمهات شهداء العساكر في الجيش اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال. بقول لهم كل عام وانتم بخير، وتحياتي لقائد الجيش العماد جو قواجي. صراحة أنا وعدت الناس عبر شبكة طرابلس 22 وعبر شبكة اتحاد الفيحاء أنني سأتكلم هذه الليلة عما يجري في بلدية طرابلس. صراحة هذا المجلس البلدي وعلى رأسه أحمد قمر الدين وله 7 شهور منتخب هذا المجلس البلدي وعلى رأسه أحمد قمر الدين. بدي أسأل سؤال للسيد أحمد قمر الدين. قبل كل شيء أنا على الصعيد الشخصي ما في شيء بيني وبينه، بس أنا بدي انتقده على الصعيد المهني. شو قدم لمدينة طرابلس بهال7 شهور؟ رصيف ناحية المدارس ما عمل. المدارس الطلاب بيطلعوا من المدارس ما في أرصفة يمشوا عليهم، السيارات على الأرصفة، هذه مخالفة منشفة. والضم والفرز كلها مخالفات، نحن قهوة شاي وعسل هيدي منها منشفة. شارع ما تزفت بهال7 شهور. شو عمل بهال7 شهور؟ ما شفنا الا بلدية طرابلس نزلت على بسطات الكعك وعلى بائعين القهوة اللي عم بيطلع 20,000 يوميته ليطعمي عيلته عند 7 من اولاد، نزلوا اخذوا لهم عربيتهم العربيات وحجزوهم. طيب بدك تحجزهم، بدك تشيل هالمخالفات هيدي. الاستاذ احمد قمر الدين عمل لهم شغل، استوعبهم عندك بالبلديه. السيد عمر الرافي كان يستوعب الناس بالبلديه، كان يشتغل. طيب عندك البلديه بتستوعب 200 عامل، نزلهم. ليش مجمد الاشغال البلديه؟ انا على كل حال هلا بوجه رساله لسياده اللواء اشرف الريفي، يعني كلمه من القلب للقلب، بقول له شوف بديل عن السيد احمد قمر الدين، لانه احمد قمر الدين منه من قد المسؤوليه، منه قادر يستمع لمشاكل الناس، لهموم الناس. هذيك المره كان في انيه طايفه بالبقار، قطعوا اهل البقار بالقبه، قطعوا الطرقات لحتى طلع ظبطوا المجارير فوق. ما انا بنصح سياده اللواء بده يضل يحافظ على شعبيته، بده يضل يحافظ على نيسه، يشوف بديل عن احمد قمر الدين، يستلم المهام، يستمع لمشاكل الناس، يستمع لهموم الناس. اضبط يا الله. انا كاعلامي كمدير شبكه طرابلس بقول له لسياده اللواء تحت تخسر شعبيتك اذا حضلك ماشي باحمد قمر الدين. وانا كمواطن طرابلسي عم بحكي، انا حقي كمواطن طرابلسي احكي، انا ماني زعيم ولا سياسي، انا مواطن، انا في بلد ديمقراطيه يحق لي اني احكي. وانا اعطيته صوتي لاحمد قمر الدين، وانا هلا بسحب صوتي منه. واعضاء مجلس البلدي نحن بننصحهم يغيروا ويشوفوا بديل عن احمد قمر الدين. وشكرا.